بعد عقد من العنف لا تزال شبكة الكهرباء في العراق غارقة في الفوضى، بينما تعتمد معظم الأسر العراقية على المولدات الكهربائية. لكن هذه الصعوبات ألهمت أحد أبناء الشعب العراقي لابتكار أجهزة لشحن الهواتف المحمولة عن طريق النعال أو الشحاطة. تفاصيل الاختراع في سياق التقرير التالي. هذا الهاتف المحمول يعمل بنوع جديد من الطاقة، وهي طاقة الشحاطة، أو بالأحرى طاقة حركة القدم. العراق تعاني انقطاع التيار الكهربائي لمدة طويلة، وإمدادات الكهرباء من الشبكة الوطنية غالبا ما تختفي ل20 ساعة يوميا، والمولدات تعد مصدرا رئيسيا للطاقة في معظم المنازل العراقية، حيث التواصل عن طريق الهاتف من دون إمدادات كافية يمثل تحديا ملحوظا بالنسبة للعراقيين. لكن هذه الصعوبات ألهمت شابا عراقيا يدعى بهاء الحسناوي ليخترع شحاطة لشحن أجهزة الموبايل. بهاء أنشأ هذا الجهاز البسيط منزليا، وذلك باستخدام محرك من لعبة ابنه الكهربائية وبعض بطاريات الهواتف المحمولة، إضافة إلى كابل كهرباء مخبأ داخل الحذاء. عندما يتصل بالهاتف فإنه يعيد شحن البطاريات الخالية. هذه الشحاطة متكونة من دائرة إلكترونية زائدا ماكينة ميكانيكية، أجمعتهم وجعلتهم في الشحاطة بشكل فني تقوم بشحن الموبايل بأثناء المشي، وتستفاد للزوار القادمين إلى كربلاء المقدسة. المخترع يعيش في مدينة كربلاء التي تعتبر مقدسة من قبل المسلمين الشيعة، حيث يزورها آلاف الحجاج سنويا. لكن خلال السنوات الأخيرة، حيث لا يزال العنف الطائفي يهز المدينة، إمدادات الطاقة لا تزال قليلة، وخاصة للحجاج الذين يقضون ساعات طوال سيرا على الأقدام من منازلهم للصلاة في المسجد الرئيسي في كربلاء للاحتفال بيوم عاشوراء. لكن الآن بمساعدة الابتكار الجديد لبهاء الحسناوي، هذه المسيرات الطويلة يمكن استخدامها لتوليد الطاقة في بلد يعاني من نقصها الملحوظ. ديانا كفوري، إبراهيم حسناوي، روسيا اليوم.